ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. لله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. مشاهدينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. هذه الحلقة سنناقش فيها عن البطالة ومعالجة الفقر في شعبنا الإريتري المسلم. باسمكم جميعا أرحب ضيفي أو ضيفي في هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان من داخل الاستوديو، والأستاذ رمضان محمد نور من خارج الاستوديو. كما الترحيب موصول بكم، فأهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم. كذلك نأمل من جميع المشاهدين والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يتواصلوا معنا على الرقم 0044 794 78 31 417. نأمل التعاون ونأمل التواصل وإثراء هذه الحلقة لعلنا نخرج بفائدة لشعبنا الإريتري المسلم. فإلى برنامجنا. دكتور حسن سلمان، الحلقة واضحة، تتحدث عن الفقر والبطالة. نحن في شعبنا الإريتري المسلم وغير المسلم نعاني من هذا الداء منذ 5 عقود أو أكثر. فإريتريا الحقيقة رغم مكانتها ورغم موقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من خيرات طبيعية، إلا أن الفقر هو الغالب في الحقيقة، وأن الثراء هو القليل. فبالتالي كان لزاما علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع الذي يشغل الكثير من البيوت والكثير من الشباب بالذات. فمسألة الفقر والعطالة والبطالة مهمة في علاج ما يعاني منه الشباب. فبرأيكم أولا كمدخل لهذا الموضوع، مفهوم الفقر والبطالة في ظاهرة اجتماعية كيف تقرأها دكتور حسن سلمان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هي حقيقة مسألة الفقر والبطالة هي من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المجتمعات منذ القدم، يعني ولكنها تزداد مع التحضر. كلما زادت حالة التمدن والتحضر كلما زادت مساحات الفقر وزادت مساحات العطالة، لتعقد المشهد المدني بشكل عام وزيادة التزامات الحالة المدنية، بخلاف الحالة البدوية التي ينطلق فيها الإنسان في باديته مزارعا راعيا صائدا، فهو أقل التزاما وأكثر أيضا يعني استفادة من الموارد التي تتاح له، وبالتالي تتعقد ظاهرة الفقر وظاهرة العطالة كلما تمدنت الحالة الإنسانية، وكلما زادت تعقيدا كلما زادت مساحات الفقر. الفقر لو أردنا ببساطة شديدة جدا أن نعرفه، هو عدم قدرة الإنسان
على الحصول على احتياجاته من مأكل ومشرب وتعليم وصحة وسكن في الحد الأدنى. الحد الأدنى اللي لو أردنا أن ندخل فيه جانب الفقهي، يعني يمكن أن نقول الذي لا يستطيع مثلا أن يكون عنده قوت عام ما يدبر به حاله بشكل طبيعي من حيث سكنه ومن حيث أكله وشرابه وما يكفي عائلته، سواء من خلال عمل مستمر يتقاضى من خلاله راتب، أو عنده حصيلة مالية استطاع أن يدبر من خلالها، مثلا مزارع استطاع أن يدخل قوت عامه. فالذي لا يحصل على ذلك هو التوصيف الذي يطلقه الفقه الإسلامي على مسمى الفقير. جميل. يعني لا يحصل على قوت يومه، أي لا يحصل على قوت يومه. نعم. هذا لا يحصل على قوت وهذا يومه. موجود في إريتريا أو لا؟ موجود بكثرة طبعا. الله. موجود بكثرة، نسأل الله العافية، يعني موجود بكثرة الله المستعان. أيوه. العطالة والفقر أيضا، يعني خلينا أقول تعريف العطالة حتى تكتمل الصورة. طيب. عرفنا الفقر. بالنسبة للعطالة هو عدم وجود فرصة عمل للإنسان القادر على العمل. جميل. مع بحثه وجديته في أنه يحصل على فرصة عمل. جميل. فهنا قصة الجدية والبحث، لأن عندنا العطالة أنواع. عندنا عطالة إجبارية في أنه الإنسان والله يا أخي ليست له قدرة على العمل، إما لعدم المال، إما لعجز في نفسه، أو لمرض. هذا معذور. إما العطالة الاختيارية اللي هي أيوة. التكاسل، شخص عنده القدرة وكل شيء لكن متكاسل. عندنا العطالة التعبدية التي تدخل نتيجة تصورات خاطئة في أن الإنسان يتصور بأنه والله التوكل هو أن يدخل إلى مسجد من المساجد ويتصوف فيه ويظن بأنه سيكون. هذه كلها تدخل في العطالة. فالعطالة والفقر مفهومان يتداخلان. يعني العطالة قد تؤدي بك إلى الفقر. الفقر بطبيعة الحال هو نفسه نوع من تأثير العطالة على الفقر. فهما مفهومان متداخلان. كلما زادت العطالة في المجتمع والبطالة في المجتمع كلما زادت مساحات الفقر، وكلما أيضا زادت مساحات الفقر بطبيعة الحال ستلاحظ أن عنصر العطالة فيه أيضا كبير. جميل. طيب، هذا مفهوم الفقر ومفهوم البطالة. في تصوري أو في تصوركم دكتور حسن سلمان فيما يتعلق بمفهوم الفقر، يعني هل كان الفقر أولا موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كانت البطالة أيضا موجودة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام الفقر والبطالة؟ السؤال الثالث، كيف نوفق بين من اتخذ الأسباب الشرعية وربما يكون قصر في الأسباب المادية، وبين من اتخذ الأسباب المادية وترك الأسباب الشرعية؟ كلها أسئلة ثمينة. الله يكرمك. على كل، بالنسبة لمسألة الفقر هي ظاهرة اجتماعية واقتصادية تمر بكل المجتمعات بدرجات متفاوتة، وهي أيضا حدها الأدنى وحدها الأعلى أيضا يتفاوت حسب المجتمعات. مثلا ما يمكن أن يعد في مجتمع من المجتمعات بأنه ليس ظاهرة فقر، يمكن أن يعد في مجتمع آخر ظاهرة فقر. يعني المجتمعات المتطورة جدا مثلا ما هو عندنا غني قد يعد عندهم فقيرا. فدعني أقول بأن هنالك أيضا حالة نسبية، ولذلك الآن مثلا المنظمات الدولية تحاول أن تجعل قاسما مشتركا في مفهوم الحد، ولكن من خلال وقوفنا أيضا على هذا القاسم المشترك ستلاحظ أن هنالك حالة من عدم التدقيق أيضا. فما يعد مثلا في بريطانيا فقرا قد لا يعد في السودان وإريتريا مثلا فقرا، وهكذا. يعني فالمجتمع كلما كان ناهضا ونسبة الدخل فيه كبيرة ستلاحظ بأنه يعني الحد الأدنى في الفقر فيه سيكون. لا، نحن الآن ننطلق من مفهوم التعريف الذي نحن عرفناه. نعم. بأن المواطن الإريتري لا يجد كفاية يومه. نعم. إما لأنه لم يجد فرصة، نعم، أو لأنه لم يتخذ الأسباب الشرعية نعم، في الحصول على أسباب الرزق. هذه القضية هل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظاهرة الفقر موجودة في كل العهود بما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. ومر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذه الحالة نفسها. وجد عائلا فأغنى. طيب. ومر عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونصت على كل كثير من الآيات والأحاديث على وجود هذه الظاهرة في المجتمع. ولكن كانت السياسات الشرعية دوما تسعى إلى أكبر قدر من تقليل هذه الظاهرة. يعني قد لا تنتهي الظاهرة، لكن فرق كبير بين أن يكون والله نصف المجتمع فقير وبين أن يكون 5% من المجتمع فقير. جميل. هذه اللي هي القضية. يعني كيف نستطيع إذا أصبح 5% من المجتمع فقير، هذا المجتمع غني. مجتمع غني. يعني 95% غني و5%
صحيح. لا مجتمع فريد. نعم نعم، وبالتالي يسهل بعد ذلك المعالجة لهذه النسبة. يعني أنا أتساءل يا دكتور حسن، كيف وصل المجتمع المسلم تدريجيا حتى أصبح ينادى للزكاة، ينادى مستحقي الزكاة أين هم حتى نعطيهم فلا يجدون. إذا أصبح المجتمع كله غنيا، يعني وصل مرحلة إلى أن وصلوا في خلافة الخليفة عمر بن عبد العزيز. نعم. وزعت، يعني كانت توزع الزكاة في عربات وينادى لمن يستحقها ولا يجد لها أحدا يأخذها. نعم. كيف وصل هذه المرحلة؟ أولا دعني أقول بأن الإسلام اعتمد نظاما اقتصاديا كليا في إطاره يتم معالجة ظاهرة الفقر، والنظام الاقتصادي نفسه هو جزء من النظام عقائدي، ونظام عقائدي وتعبدي، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تفصل الحالة الاقتصادية عن الحالة العقائدية. فمثلا طيب خلينا نبدأ في الحالة العقائدية. مثلا في الحالة العقائدية الله سبحانه وتعالى ربط الخلق جميعا بأن تتعلق القلوب به. يا سلام. هذه لا بد منها، بمعنى اسم الله الرزاق يجب أن يكون حاضر عند كل مسلم. وهو يحس حالة الفقر أو عدم القدرة المالية، يجب أن يستحضر بأن هنالك رب، وأن هذا الرب وعده بالرزق، وأن هذا الرزق مكفول. أن هذا الرزق مكفول من الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما في الأرض إلا على الله رزقها، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ما في هذه الأرض كافيا للعباد. هذه أول مسألة مهمة جدا. يبقى هذا البعد العقائدي حاضر في المشهد المسلم. بالنسبة للشخصية المسلمة هو ينظر إلى أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا وتروح خماصا، تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذه مسألة مهمة جدا، بمعنى المسلم لا بد أن يستحضرها، فرزقه إن شاء الله مكفول، ولكن مربوط بأسباب لا بد أن يؤدي إليه. هذه واحد. المسألة الثانية أيضا نصت الشريعة في كثير من جوانبها على أن الذنوب تؤثر في قضايا الأرزاق. يا سلام. هذه أيضا مسألة قد يغفل عنها كثير من الناس، بمعنى قد يحرم الإنسان الرزق بذنب يذنبه. يا سلام. يعني وخاصة مثلا عندنا الآن قضايا الفواحش، تثبت النصوص بأن الله تؤثر في رزق الإنسان، بل تؤثر في صحة الإنسان وتؤثر في عمر الإنسان. أعوذ بالله. أيضا دعني أقول بأنه مثلا منع الزكاة معصية من المعاصي. نعم. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطرة من السماء. فما أريد أن أقول بأن الجوانب التعبدية والمجتمع الذي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعصم بالله ويستجيب له يختلف عن المجتمع الذي هو يعصي الله سبحانه وتعالى ويتجه نحو الفواحش والمنكرات وغير ذلك. وبالتالي ذلك أيضا دكتور حسن التقوى، أي تقوى الله سبحانه وتعالى. أيوة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. كأنها مكافأة. طبعا كأنها مكافأة. يعني من يتق الله. صحيح. لكن دعني أقول هنا ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان أيضا مجتهدا عاملا. صحيح. أي يعني أيضا حتى لا يفهم الناس أن والله تقوى الله هي عبارة عن جلوس في مسجد لا، من تقوى الله النظام المتكامل في أنك أنت والله تتقي الله سبحانه وتعالى، أنك تسعى في الأرض. فهذا الجانب الأول هو الجانب العقائدي. الجانب الثاني أو الجانب الثاني هو الجانب التشريعي. سلك الإسلام أيضا منظومة تشريعية متماسكة ومتكاملة حتى نصل بالمجتمع من حالة الفقر إلى حالة إما الحالة الوسيطة التي يعيش فيها الناس على المستوى الوسط، وإما إلى مستوى الغنى. لكن بشكل عام السياسات الاقتصادية في الإسلام تتجه إلى أنه ليس كل الناس أن يكونوا أغنياء، ليس كل، يعني قد تكون هنالك مجموعة لا بأس بها تكون من الأغنياء الكبار، ومجموعة بسيطة جدا تكون من الفقراء، والمجموعة الأكبر هي ستكون من المجموعة المتوسطة ومتوسطة الحال. طيب كيف نصل إلى هذا المستوى من النظام العام؟ يحث ابتداء على أمرين: خيرات الأرض وكسب الإنسان اليدوي. يعني ستلاحظ أنه كل ما يمكن أن نتجه إليه أنه والله نتجه إلى الأرض ونتجه إلى الكسب اليدوي. طبعا الكسب اليدوي هنا ستدخل فيه عوامل كثيرة جدا، بما فيها التطور الصناعي الآن، تطور التكنولوجيا، كل ذلك مما يدخل في الكسب اليدوي. الأمر الثاني ما تخرجه الأرض، وبالتالي ستتجه إلى موضوع الزراعة وخيرات الأرض والاستفادة من الأرض والبترول والذهب والمعادن. كل ذلك سيدخل من خيرات الأرض وكسب الإنسان. إذا نظم الإسلام هذين الأمرين، وفي نفس الوقت حث على هذا الجانب وجعله هذا يدخل ضمن ما يسمى في الإسلام منظومة الاستخراف والعمران في الأرض. يعني إذا كان عندي منظومة التعبد والشعائر
لها نظامها التعبدي، عند أيضا منظومة الاستخلاف والعمران في الأرض اللي هي ينظمها فقه المعاملات. جميل. من قضايا البيوع والشراء والديون والإيجارات وغيرها، كل ذلك يدخل معنا في منظومة متكاملة لقضية العمل، وبالتالي حث على العمل وجعله جزء من التعبد. يعني بالمفهوم العام يدخل الإنسان الذي يأكل من عمل يده ومن كسب يده يدخل في ضمن، فظل المجتمع مجتمع متحفز للعمل. جميل. ومجتمع متحفز من أن يمد يده إلى الناس. جميل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث ينهى أن الإنسان يسأل الناس، خاصة إذا كان قادرا. صحيح. يكفي. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول والله إن يعني ما أكل يعني ابن آدم خير من عمل يده، وقد كان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فالإشارة إلى مجموعة من الأنبياء في أنهم كانوا يأكلون من عمل يدهم وكسب يدهم، وما من نبي إلا وهذه ورعى. بصراحة إشادة يعني لا يفوتنا الآن حتى يعني فعلا نثني على شعبنا الإريتري أنه بفضل الله سبحانه وتعالى لا يسأل أحدا. صحيح. هذه الحمد لله. هو شعب يعني كريم عزيز عفيف. نعم. عفيف. صحيح. يرضى على نفسه الموت ولا يسأل أحدا. أحسنت. نعم. قليل جدا من يمد يده إلى الناس. نعم. لكن في نفس الوقت دكتور حسن سلمان، في كيف تقرأ أو كيف تفهم في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا نعم لعلكم تفلحون. نعم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك وتركوك قائما عند الله خير من اللهو والله خير الرازقين. نعم. هذه الآيات ماذا تفهم منها دكتور حسن؟ نعم. لأن أنا في صلب التجارة نعم وفي صلب الموضوع، والصحابة لما سمعوا لهو التجارة قد قدمت والنبي عليه السلام قائم يخطب تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر كما جاء في التفسير وذهبوا إلى هذه التجارة. نعم. نعم. أنا حقيقة كثيرا ما كنت في بعض المحاضرات أتكلم عن أن أين يعبد الله وأين يذكر الله سبحانه. أي. فأنا عندي المساجد هي بيوت الذكر وليس بيوت العبادة. ساحات العبادة هي الأسواق. يا سلام. ساحات العبادة هي الأسواق، بمعنى أن التاجر الذي ينزل الأسواق ويتعامل بمنظور الحلال والحرام، الطاعة والمعصية، نعم. هذا ممنوع وهذا غير ممنوع. نعم. هذه ساحة تعبد. يا سلام. فلما نتعامل بهذا الشكل ستلاحظ أن فهو عبد الله. ساحة التعبد واسعة. طيب أحيانا في زحمة هذه الأمور المدرس التاجر العامل قد يغفل. فهنا لاحظ يلجأ إلى بيوت الله 5 مرات في اليوم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها. نعم. فالذكر هنا يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ايش أكمل الآية؟ نعم. لا تلهيهم تجارة ولا بيع. نعم. فانظر كيف يربط ما بين الأعمال الدنيوية التي قد يغفل معها الإنسان. نعم. ومحاولة شد الإنسان وإرجاعه إلى التذكر مرة أخرى. صحيح. ثم يشحن زي الموبايل يفضى شوية نديه شحنة فيتذكر يرجع مرة أخرى. في أثناء المراجعة أيضا يقول لك لا تنسى ذكر الله، لأن ذكر الله لا مكان محدد. صحيح هنا تذكر الله هي مكان، ولكن اذكر الله في كل مكان. اذكر الله صحيح في كل مكان. ولكن يا دكتور حسن كأنها لفتة إلهية. نعم. بأن كثرة ذكر الله هي كثرة الأرزاق. نعم. لأن كثرة ذكر الله تؤدي نعم. إلى سبب من أسباب صحيح. الأرزاق. فمثلا عندما قال نوح وإلا مرة معليش ربكم. نعم. أيوة هذا الذي كنت أقوله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فبطبيعة الحال مرتبطة، يعني مرتبطة في تصور المسلم بأن يعني النقطة العقائدية الأولى التي ذكرناها أن الله سبحانه وتعالى الذي هو الرزاق وأنه هو الذي يعني يعطي الناس ويمنع، فإن معصيتك قد تمنعك وطاعتك قد تمنحك. فأنت كلما لجأت إلى طاعة الله سبحانه وتعالى كلما كنت مرزوقا، وكلما ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى وأردت أن تستقوي بنفسك ونسيت لا حول ولا قوة إلا بالله كلما وكلك الله إلى نفسك. آيات الاستغفار وردت في القرآن في 4 مواقع شيخ حسن. نعم. بينما طلب الرزق ورد ربما في موقع واحد. نعم. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم. في حين أن آيات الاستغفار
التي ذكرتها الآن، نعم. وفي سورة هود أيضا موجودة، نعم. تبين بأن الله سبحانه وتعالى يقوي جسد الإنسان نعم. ويمتعه وكذلك يفتح عليه من الأرزاق. نعم. السؤال: نعم. ما السر؟ لما كان الاستغفار بهذه الجوائز العظيمة؟ يمددكم بأموال، وإذا قال الله يمددكم بأموال لا شك أنها تتحقق، أليس كذلك؟ طبعا. ما السر؟ السر في أن الإنسان أقبل على ما طلب منه ابتداء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقبل على ذلك، ضمن الله سبحانه وتعالى له الجانب الآخر. لكن لو أنك أردت أن تشغل نفسك بما هو مضمون وضيعت ما هو مطلوب، فهنا تكون المشكلة. ولذلك إذا اتجه الإنسان إلى ما هو مطلوب منه لكنه لم ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن جعل جل همه هو كيف يقبل على الله سبحانه وتعالى تدبرا وتفكرا وذكرا واستغفارا، هنا ستلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه من البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، تأتي الفتوحات من الله سبحانه وتعالى نتيجة أن الإنسان اعتمد على الله ووثق به وقام بما هو مطلوب منه، فضمن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا عندنا طبعا في علم السلوك حاجة اسمها المقام والحال، هذه مسألة أيضا. طيب سنعود إليك دكتور حسن. نعم. سنعود إليك. حبيبنا أبو رضوان، سلام الله عليكم. طيب كنترول، يبدو أن أبو رضوان غير موجود معنا. كنترول، الرجاء منكم المواصلة مع الاتصال. نكمل هذه المفهوم. ايش عندنا في علم السلوك يتناول عموما علماء التصوف والسلوك التزكية، وهو المقامات والأحوال. فكلما ارتقى العبد مقاما. طيب رجع. نعم. حياكم الله أستاذ رمضان محمد نور، أبو رضوان، سلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حباب مشايخنا، إن شاء الله سامعني. بس الصوت والله ما واضح. كنترول ارفعوا لنا الصوت بالله. ايوه كده الصوت واضح. عليكم السلام يا شيخ برهان ودكتور حسن، حبابكم. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا، مشتاقين والله. مشتاقين بالاكثر حبابكم والله، موفقين بفضل الله سبحانه وتعالى. القناة والله شايف كل يوم عندها قبول وعندها تساؤلات، انا ما اكلمكم عنها كثير، يسالوني عنها بالخير. جزاك الله خير، بارك الله فيك. هذا من فضل الله اولا، ثم بفضل تواصلكم انتم واثرائكم انتم والشيخ حسن والمشايخ، فنسال الله تعالى ان يجعل ذلك موازين حسناتكم. أبو رضوان، نحن نناقش قضية مهمة، قضية هي تقلق جميع الشعوب الحقيقة، وباعتبار نحن إريتريين مسلمين نهتم بقضايانا الإريترية فيما يتعلق بالغنى والفقر، وفيما يتعلق بفرص العمل والبطالة. برأيك الشيخ حسن سلمان جزاه الله خيرا وضح لنا مفهوم الفقر والبطالة نريد أن تصف لنا الحالة الإريترية في الداخل والخارج من حيث المفهوم البطالة، ومن حيث مستويات مجتمعنا مستوى الفقر عنده، مستوى الغنى ومستوى الثراء. نريد حقيقة لمحة سريعة، بما أنك مطلع أنت على الداخل والخارج، فأعطينا مما أعطاك الله. طيب بارك، جزاكم الله خير. أولا طبعا بالنسبة للمفهوم الدولي للفقر، طبعا يختلف بعض الاختلافات من المفهوم الدولي الإسلامي اللي تحدثوا عنه أنتم، هو ما خارج منه، لكن عموما على حسب نحن دراستنا في الاقتصاد هم طبعا بيعتبروا أساسا الفقر عندما يفشل دخل الأسرة في تلبية الحاجات الأساسية من الطعام والشراب والسكن والتعليم والصحة والماء النظيف. جميل. المقاييس بالنسبة لهم يعتبر الإنسان إذا ما توفر هذه الأشياء يعتبر فقير. تمام. حكاية فقير ومسكين عندنا في الإسلام، لكن عموما هذه طيب في أساس هي طبعا البطالة، وأساسا يعني البطالة تقود إلى ما في شغل الإنسان حيكون فقير. بالنسبة للحالة عندنا في أريتريا عندنا بعض المؤشرات. أولا عندنا مشكلة بتاعت فقر حقيقي. تمام. برهان معك سامعك، بس الصوت يتردد يا كنترول. لماذا الصدى يتردد؟ ما سامعين كويس يا جماعة. شبكة من عندك. طيب ما كمل يا مولانا. ايوه تمام. طيب بالنسبة أنا أسباب الفقر في أريتريا، أولا طبعا تحتاج الدولة تعطي
لا لا، احنا ما دايرين اسباب الفقر شيخ محمد رمضان، ما دايرين اسباب، دايرين انك توصف لنا الفقر الموجود حاليا في اريتريا. اوصف لنا، هل الموظف بيتقاضى راتب كويس؟ موظف الحكومي، المحلات التجارية، مشاريع الري، مشاريع الزراعة، مشاريع البترول، الذهب، المعادن، صف لنا وضع اريتريا. ما انا بقول وضعيتها الوصف جاب النتيجه دي إن خطط حكوميه متكامله لكل المجالات الاقتصاديه في البلد. كان عليه الان الحركه التجاريه والنشاط التجاري في اريتريا شبه متوقف، لانه القطاع بتاع الدوله والدوله مستوليه على الجانب الاقتصادي كله. جميل. الشيء الاخر، ما في فرص بتاع عمل حقيقيه بالنسبه للشباب نتيجه للمصانع والمزارع. الموضوع الثالث في اسباب طبيعيه واسباب موضوعيه. الطبيعي انه في سنه من السنوات 5 سنوات كان في نقص الامطار لمده 5 سنوات في الاعوام يعني 2002 و2003 و2004. كل هذا ادى لانه شنو ما يكون في انتاج زراعي حقيقي. الشيء الاخر انشغال اريتريا بالحروب ادى الى كثير من التشرد من الشباب، لانه في النهايه بقى ما في مجال اقتصادي حي، في وفيات في الامهات، في نقص. جميل، واصل كلام جميل. طيب كنترول بالله اعيدوا الاتصال، كان طرحه جميل جدا حقيقة. دكتور حسن، طرح استاذ رمضان محمد رجع. رجعت. حياك الله. واصل. نعم. واصل. انشغال اريتريا بالحروب كان احد اسباب الفقر. كمل. نعم. الحالة نوصفها توقف كامل لحركة النشاط الاقتصادي بالنسبة لإريتريا. مشاريع تنمو، ما في قطاع خاص، ما في قطاع فعال في خدمة هي الدخل الموجود حتى الآن. مثال سنوات لما قرروا يغيروا كل الرجال والشركات أدخلوا أمواله في البنوك ورفضوا يعطوها إياها. لم تسحبوا منا على قدر. بقى الإنسان قبل 5 سنوات هو يسمع ولا يستطيع يستغل رأس ماله. عائد حتى بالعائد من الأموال الموجودة راجع مؤسسات وللأفراد عشان يشتغلوا بها والناس. كل هذه انه مظاهر الفقر منتشره في اريتريا في كل مكان. لا الصناعه لا قائمه زراعه قائمه ولا مستفيدين من البحر ولا مستفيدين حتى الذهب جميل. ينتج. طيب هذا كله نقد على الدوله، انت ما عندك اي نقد على الشعب سليم يعني؟ والله الشعب انا بالنسبه للشعب اذا ما له فرص اقدر انقذه لما فرص حقيقيه. هي المعيشيه سهله المجال الاقتصادي انتج. معلش انا عارف انه الشعب الاريتري شعب منتج، ما شعب كسول، شعب مناضل مستعد. البسيطين الشغالين بيشتغلوا من الصباح الى انا ما شايف جانب الشعب يعني في الداخل اقدر انتقدهم لانه ما وجدوا عشان انتقدهم عليه. حتى الزراعه اللي بيزرعوها بسيطه، انهم الدوله وهم يظلوا. طيب استاذ رمضان، استاذ محمد رمضان محمد نور، ابقى معنا سنرجع اليك. مشاهدينا الكرام تابعوا معنا هذه الحلقه الممتعه، فاصل ثم نعود اليكم. ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. البحر ويا منارة الجنوب
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدينا الأكارم، عدنا إليكم والعود أحمد. دكتور حسن سلمان، الأستاذ رمضان محمد نور أبو رضوان جزاه الله خيرا ذكر الحالة الإريترية في الداخل، سنرجع إليه حتى نناقش الحالة الإريترية في الخارج من حيث البطالة. وهو ينتقد حقيقة ويعيد أسباب الفقر والبطالة، حصول شلل في الحركة التجارية، انقطاع الأمطار 5 سنوات، انشغال إريتريا بالحروب، عدم وجود مشاريع تنموية تتيح فرص العمل للشباب الإريتري. كل هذا أعاده إلى النقد الدولة، ويرى أن الشعب الإريتري شعب نشيط، شعب مكافح يسعى لرزقه منذ الفجر وحتى غروب الشمس، فبالتالي ليس عليه أي عتب. كيف تقرأ في قوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ كيف سلطت مثل هذه الدولة على هذا الشعب المكافح المحافظ على دينه، المكافح لنقمة عيشه، فيبتلى بمثل هذا؟ ما هي الأسباب من منظور شرعي؟ إذا كان هذا الشعب فعلا قائم على الخير وكذا وكما يقول أخونا رمضان، لماذا ابتلي بهذا؟ نعم. أول دعني أقول بأن المسألة ما ذكره الأخ رمضان له علاقة بطبيعة النظام الاقتصادي في الدولة، وله كذلك علاقة بطبيعة النظام السياسي في الدولة. فنحن ذكرنا بأن الذي ينظم الآن الكسب اليدوي هي الدولة من خلال قوانينها، والذي ينظم كذلك خيرات الأرض هي الدولة بما تعتمده من نظام اقتصادي في الدولة. طيب نحن ذكرنا دكتور حسن سلمان من البداية أن الأرزاق بيد الله، نعم. وأن الله هو معطي الأرزاق، وهذه نوع من أسباب منع الرزق. ما السبب؟ دعنا نعيد الأمر إلى البداية قبل أن ننتقد نحن الدولة وأنظمتها. لا، نناقش من هذا الباب. جيد، لكن بس دعني حتى يتصور الإنسان الذي يتابعنا الآن في أنه والله النظام السياسي أصلا الغير شرعي المخالف للشريعة سيؤدي بنا في نهاية المطاف إلى هذا النوع من الحرمان الاقتصادي. يعني القوانين الخاطئة في تنظيم العمل، القوانين الخاطئة في احتكار موارد الدولة تؤدي بك في نهاية المطاف إلى شلل المجتمع نفسه. الآن هل إريتريا مثلا فيها ذهب؟ قلنا فيها ذهب، فيها تجارة، فيها أغنام، فيها زراعة، فيها بحر. كل ذلك من يحتكره؟ يحتكره الدولة. سآتي إلى قضية إنه والله كيف تسلط، هذه قضية، لكن دعنا نقول بأن والله طبيعة النظام الاقتصادي المعتمد في الدولة الإريترية لا يؤدي بنا إلى محاربة فقر، لأنها احتكرت كل الموارد الاقتصادية فهي التي تنظمها. حتى الآن مثلا في منطقة من المناطق، في إقليم من الأقاليم، قد تظهر كميات هائلة من الذهب. يا دكتور حسن، أليس لو صلح الشعب لصلحت الدولة؟ دعني مثل ما تكون لا دعني بعد ذاك لماذا لا سلط، هذه قضية أخرى، لكن دعنا نؤمن ابتداء أن الدولة مسؤولة الآن. طبعا يعني هذه الدولة مسؤولة عما يجري حاليا. طبعا. بمعنى هي الآن سلطت. نعم. هي الآن جاء بها المهم الناس. بلا شك هذا لا يعني سلطت. هذا لا يعني نحن لكن إيه؟ كيف سلطت؟ يبقى بعد ذلك هنالك جملة من العوامل بأن لما سلط هؤلاء علينا. مثلا بالضبط. المسلمين خلال الثورة الإريترية كانت عندهم جملة من الأخطاء الشرعية التي جعلت هؤلاء يتحكمون. الله المستعان. مثلا النزاعات والخلافات بين المسلمين، الله المستعان. هذه واحد من ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه الأسباب. مثلا هذا سبب شرعي صحيح. واضح جدا أن هؤلاء سلطوا علينا لأن الله أمرنا بأمر ولم نؤتي به. سلطوا هؤلاء علينا لأننا أيضا بعد تسلطهم لم نتوحد لمقاومتهم. هذه واحد من إشكالات أمر الله سبحانه وتعالى إن والله أن ندافعهم. صحيح. وأن نكافحهم وأن صحيح. نجاهدهم حتى صحيح. أيضا من القضايا اللي إيمانية أيضا مرتبطة بهذا النوع من الأمور، حتى هذه اللحظة لم ننظر إلى أن بعدنا عن ديننا وهويتنا وشريعتنا والاعتزاز بها واحد من عوامل قوتنا، فظننا بأن والله يمكن أن يتحسن حالنا لو تخلينا عن ديننا. بالضبط. والنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نريد أن نعود إليها دكتور. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن، قال مثلا في واحدة منها: وما لم يعني ترعوا عهد الله
وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وسلط الله عليهم جور السلطان. دور السلطان. فعهود الله سبحانه وتعالى هائلة، عهد الإيمان، عهد الشريعة، العهود كلها. إذن ما نعاني نحن فيه الآن اليوم من تسلط الدولة أو من تسلط السلطان الجائر، نعم، هو بما كسبت أيدينا. بطبيعة نحن نريد أن نرجع شعبنا إلى أساسيات وجود هذا الظلم. صح. ما هو أسبابه حتى نقنعه. قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم. صحيح. هنا إيجاد الحل. نعم. حتى أنت قلت يا شيخ حسن أن بعض الناس مع الأسف، نعم، مع الأسف، وأيضا هم خريجي جامعات إسلامية وكذا، يتبنون فكر بأن مشكلتنا ليست في الطاعة والمعصية، مشكلتنا في النظام السياسي ومتابعته وكذا. لا. أنت أشرت إليها فكرة، ركز عليها دكتور حسن وزدنا فيها. أنا أقول بالنسبة لمسألة الطاعة والمعصية نفسها الإشكال أنها خطورتها في الاختزال، أن نختزلها في مفهوم معين، يعني وهذا يسمى في علم المصطلحات اللي هو اختزال المصطلح. يعني مثلا مسمى العبادة مسمى واسع، يقوم واحد يقول والله العبادة هي فقط إنه أنا أصلي وأصوم، ومفهوم العبادة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو كل ما يحبه الله ويرضاه. نعم. فيبقى كل محبوب لله عبادة. نعم. وكل مبغوض لله معصية. نعم. فإذا نظرنا إلى الطاعة والمعصية بهذا الشكل فسنلاحظ بأن كل أوامر الله العقائدية والتشريعية والأخلاقية والسلوكية كلها تدخل معنا، إما في أنك والله أطعت الله فيها فتؤجر عليها وتترتب عليها، وخصوصا مفاهيم الحقوق. مفاهيم الحقوق ستلاحظ آثارها المباشرة على الحياة الإنسانية. فنحن في نهاية المطاف نريد أن نقول أولما أصابتكم، كما قال الله سبحانه، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. والقرآن الكريم لما أراد أن يقول قل هو من عند أنفسكم كقاعدة كلية حتى يعلمنا كيف نبحث في الأسباب، قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا أيضا تسعى إلى أنه أي ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أمامك لابد أن تبحث فيها ببعدين، ما هو البعد المادي فيها وما هو البعد الإيماني فيها. مثلا أنا الآن كمسلم لما يقول لي والله الأمطار توقفت 5 سنوات في البلد، أنا عندي والله هل بذل المسلمون مثلا في اللجوء إلى الله والتضرع وصلوا صلاة الاستسقاء ولجأوا إلى الله، أم إنه والله يا أخي نزلت عليهم البلوى ولم يوالوا به؟ هذه مصيبة. هذا الآن مصيبة 5 سنوات. المؤمن لا أين صلاة الاستسقاء؟ أين الاستغفار؟ أين يعني الصدقة؟ زمان كان يعني نسائنا يطلعن يخرجن إلى أبري فقرنا دبري يعني يا جمال يا عفو يا جمال يا كذا. نعم. مع أن هذه ليست سنة. نعم. ولكن هناك إظهار التضرع والافتقار إلى الله. نعم. أين هذا اليوم؟ فهذه واحدة من الإشكالات. ولذلك ولقد أخذناهم، الله يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فما أريد أن أقول بأن أي ظاهرة بالنسبة لنا كمسلمين ندرسها ببعدين. نعم. البعد الإيماني فيها جميل. والبعد المادي فيها جميل. هنالك أسباب مادية نعالجها، لكن لا نتصور بأنه فقط بالعامل المادي. لابد المرأة أن تصلح، لابد الرجل أن يصلح. نعم. لابد رجل الأمن أن يكون صالحا. لابد موظف الدولة أن يكون صالحا. صحيح. يجب أن يحمل كل مواطن إريتري مسلم نعم. هم الإيمان وهم إيش؟ الأسباب. أيوه. هم الإيمان وهم الأسباب. نعم. أما فقط نحمل الأسباب ونترك الإيمان سنظل نحن الآن منذ 5 عقود في دوامة. صحيح. لم يتغير شعبنا من هذا. أحسنت. أستاذ اسمه رمضان. عفوا رمضان محمد نور. مرحبا يا شيخ برهان، مرحبا بك. طيب أنت شرحت لنا داخل الوضع جزاك الله خير وسلطنا الضوء عليه وأفادنا الدكتور حسن كيف نعالج شعبنا الإريتري. ما سامع كويس أنا يا محمد. ما سامع؟ أنا سامع كويس. أيوة أبو رضوان. تمام اتفضل الآن. أنا سامع كويس والله. نعم. تمام الآن كذا تواصل. أيوة أنت شرحت لنا الوضع في داخل إريتريا، الوضع الاقتصادي في الداخل جزاك الله خيرا. نريد الآن تسليط الضوء على شعبنا الإريتري خارج إريتريا، ممن يعيش في السودان، في دول الخليج، في أوروبا، أستراليا، أمريكا. أعطينا نبذة عنهم ووضعهم الاقتصادي وما هو دورهم في تفعيل الجانب الاقتصادي في داخل إريتريا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشعب الإريتري في خارج إريتريا موجود في السودان وفي الشرق الأوسط وفي أوروبا وأمريكا وأستراليا. يا سلام.
الشعب وفي اثيوبيا. دي اربعه دي الاتجاهات الرئيسيه بالنسبه للشعب الاريتري تواجده خارج الوطن. جميل. تمام. مسموع يا شيخ برهان؟ مسموع جدا وواضح. واضح. نعم. في اثيوبيا وفي السودان والشرق الاوسط واوروبا وامريكا واستراليا. جميل. طيب بالنسبه للموجودين في السودان، موجودين في معسكرات لجوء، حوالي 16 معسكر بتاع لجوء، وهم قادرين في جزء من حياتهم بالزراعه وبجزء من التجاره، وما يتوفر لهم قليل من المنظمات يعني يقيموا حياتهم، لكن محتاجين كثير. الجزء الاكبر من ازاله الفقر قادرين عليه. عددهم لكن في كم؟ مجال التعليم 16 معسكر، عددهم كم يا ابو رضوان؟ عددهم كم؟ 16 نحن معسكر. بنقول حتى الان ما في احصائيه دقيقه، لكن حوالي مليون في السودان. مليون نسمه. تمام. حوالي مليون نسمه موجودين في السودان، لكن ما كلهم في المعسكرات. كلهم معظمهم يعني معظمهم فقير، 40% معظمهم فقراء. انا زرت ود شريفي وكنت شايف يعني بدات النهضه في ود شريفي، والناس عندها محلات ودكاكين ياكلوا ويشربوا يعني. ما اكمل لك يا شيخ برهان. طيب اكمل لك. المليون ديل حوالي 40% منهم في المدن. ايوه. وفي المدن يعيشوا كسودانيين باعتبارهم عندهم حقوق، فيهم تجار مخلوطين بين اريتريين وبين سودانيين، وفي بعض المعسكرات زي ما قلت والشريفين مناطق اخرى ملاصقه للحدود بيشترك في التجاره. فديل حاله الفقر اللي نسميها نحن خارجين منها. جميل. الشيء الاخر الموجودين التواجد الرئيسي في كسلة والقضارف والخرطوم، في محلات ثانيه كثيره، وديل بيعتمدوا جزء منهم على تحويلات اهاليهم من الخارج، وجزء منهم موجودين في الشغل. التحويلات الخارج الغالبيه الموجوده في المعسكرات. تمام. في المعسكرات حالتهم صعبه، وديل اقدر اقول لك انا من ال 60% حوالي 30 ل 40% منهم حالتهم صعبه، ما عندهم اي مساعدات خارجيه. الموجودين في اثيوبيا كانوا في 4 أو 5 معسكرات، وجزء منهم كتجار ورجال اعمال في داخل المدن الاثيوبيه، في غوندر وفي مقله وفي اديس ابابا. ديل الموجودين في المدن خارجين من حالات الفقر، لكن لا يستطيعوا ان يعينوا غيرهم لانه عايشين على الكفاف وعلى بعض الاعمال اللي بيشتغلوها. الموجودين في السعوديه خارجين من حاله الفقر، لكن كل انسان يعني بيعول عائله كبيره جدا جدا، والظروف الاقتصاديه الاخيره في السياسات المملكه العربيه السعوديه الاخيره لكل العمالة في العالم يعني ادت بهم ظروف بقت سيئه جدا جدا، وما وصلوا حاله الفقر، لكن وصلوا حاله صعبه جدا وانت اعلم بها مني انا. والله الموجودين في اوروبا، الله يعينهم، الموجودين في اوروبا ايوه يعني كنفسهم ما فقراء، لكن دخولهم ما كبيره، ما متعلمين تعليم كثير، وليسوا رجال اعمال، انما موظفين وعاملين عاديين بيساهموا في الارسال لاهليهم، لكن ما عندهم خطه مبرمجه كلهم عشان شنو؟ عشان يقيموا مؤسسات وكده، لانه كم تجارب حصلت من قبل الموجودين في الخارج عشان يدخلوا الى الداخل ويستثمروا في الاراضي وفي غيرها، قروشهم ذهبت يعني هباء وما وجدوا عنها. فلذلك لاجئي السودان ولاجئي اثيوبيا الجزء منهم الموجود في المعسكرات هو الاكثر تضررا. تفضل. طيب بارك الله فيك ابو رضوان على هذا الوضع. انت برايك كيف ممكن نحل هذه البطاله؟ ما دور الذين يعيشون في اوروبا وامريكا واستراليا ممن قلت فيهم انهم خرجوا من حاله الفقر لكن ليسوا هم رجال اعمال؟ الا يمكن هؤلاء ان يتحدوا فينشئوا شركات ويتوجهون الى التجاره، وان يكون بينهم اتحاد فيتقوون لتقويه اخوانهم؟ هل يمكن هذا؟ طبعا ممكن يا شيخ برهان، لكن ذاته المفهوم الجمعي في العمل الجماعي ما مترسخ عندنا نحن كثير. تمام. وبعدين هم يجتمعوا، ويعني الان بعض التجارب القليله على حسب علمي انا اللي عملوها في اثيوبيا في السودان ما كانت مشجعه نتيجه لشنو؟ للحاله الاقتصاديه للدوله نفسها. السودان مثلا نفسه حالته الاقتصاديه صعبه، والاستثمار فيه في ناس كثير جربوا الاستثمار في مجال النقليات، في مجال التجاره، لكن الحاله حق السودان وعلى الشعب السوداني نفسه ما نفعت تنفع الشعب الاريتري. طيب في الخارج جميل. في بعض المحاولات من بعض الشخصيات الاريتريه. تفضل دكتور حبيبنا ابو رضوان، اديني كده في 30 ثانيه
رسالة توصلها في هذا المجال للشعب الإريتري. أنا أقول بالشعب الإريتري في الداخل عليه أن يتحرك، وأقول بالنسبة للشعب الإريتري في الخارج عليه أن يتوحد في شكل كنتونات كبيرة جدا جدا ومؤسسات وشركات، ويعملوا ويكونوا مؤثرين في الجانب الاقتصادي ويجمعوا ما عندهم من قوة اقتصادية، ونعمل زي موضوع الأتراك اللي كانوا ناس من الكورش اللي كانوا عاملين زمان في ألمانيا 3 مليون تركي، عملوا شركات ونفعوا اقتصاد ونفعوا بلدهم. ما في طريق الا نتجمع في شكل مجموعات كبيره ونعمل استثمارات. ادعوهم واديهم نداء انهم بقدر الامكان بهذا المفهوم يتوحدوا، والزمن ما يكفي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ابو رضوان، كنت معنا من قادر الاستوديو، كتب الله اجرك. دكتور حسن سلمان، اهلا وسهلا. نحن في اخر اللحظات الاخيره من البرنامج. ورد في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو ان معناه صحيح، أن 9 أعشار الرزق في التجارة. كيف تقرأون ذلك؟ هو سبحان الله هذا الحديث وإن ضعف من حيث السند الإسناد، لكن سبحان الله يتوافق تماما مع النظرية الاقتصادية في القرآن. أكبر ظاهرة تكلم عنها القرآن من الناحية الاقتصادية ظاهرة التجارة في القرآن، وبالتالي الرؤية القرآنية تتجه بالناس ليس إلى أن والله كلهم يكونوا والله موظفين دولة، وهذه إشكالية كبيرة جدا. يعني أنا أقول لو كان شوية الزمن ساعدنا كان يمكن تناول الأسباب الحقيقية التي تجعل الناس مثلا نسبة العطالة تزيد ونسبة الفقر تزيد، هو أن الكل مثلا بعد أن يتخرج ينتظر أن يكون موظفا. سائل شيخنا معلش نقاطعك، يقول مشايخنا بسبب الفقر والبطالة انتشرت العديد من الآثار السلبية ولدت بين أفراد المجتمع الحقد والحسد، فكيف يمكن الحد من هذه الآثار؟ هذا أخونا موسى محمد. نعم. كيف تعلقون على رأيه؟ شكرا لك أستاذ موسى، بارك الله فيك على هذه المشاركة، ونحث جميع الإخوة المشاركون. نعم. أي نعم. فقضية أن اتجاه الناس إلى التجارة، اتجاه الناس إلى الكسب اليدوي، اتجاه الناس إلى الشراكات، اتجاه الناس إلى مسألة التعاونيات، هذه كلها من القضايا التي تعزز فكرة إنه والله نحن ما كان قليلا يجمع ويحاول أن يستثمر، يحاول أن ينمى، أول يوجد كمية من المال على الأقل في مكان ما تستطيع أن تعمل ستوفر جميل. لك. كيف فعلا نحن تواجهنا مشكلة الحسد. نعم. مشكلة القبلية وعدم الثقة بعضنا بعضا. هذه القضايا إذا لم نقضي عليها لا يمكن أن نستطيع أن نبني بيتا واحدا، ناهيك أن نبني دولة. صحيح. أليس كذلك حسن؟ هي صحيح طبعا، هي واحدة من الإشكال. لكن حتى لو افترضنا إنه والله يا أخي لو أن كل قبيلة رجال مالها وشخصياتها المقتدرة تعاونوا في بينهم لحلوا أيضا مشكلتهم يعني. لكن المشكلة إنه حتى داخل هيهات نعم لابد. فهي الفكرة اللي ذكرها أخونا رمضان، غياب مفهوم العمل الجماعي. نعم. العمل الجماعي على مستوى الاقتصاد. دعنا نجرب هذا الاتجاه، إنه والله كيف تستطيع أن تجتمع مجموعة من الناس حول فكرة اقتصادية وتتبنى في هذه الفكرة الاقتصادية الأحكام الشرعية فيها، حتى أيضا تكون مثلا أدخلت فيها الجانب الإيماني والتشريعي في الفكرة نفسها، تتجنب الربا، تتجنب البيوع الحرام، تتجنب العمل فيما هو محرم، ولكن تتبنى فكرة الاقتصاد الإسلامي. بعد فترة ستجد أنها وفرت عمالة، وفرت أيضا لأصحابها إمكانية التوسع في المال، ثم أيضا انتقلنا إلى الجانب الآخر وهو مسألة الزكوات والصدقات، وهذه من القضايا التي أيضا اهتم بها الإسلام في معالجة هذه. جزاكم الله خير الشيخ حسن سلمان على هذا الإيضاح والبيان، أسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر. مشاهدي الأكارم، انتهت الحلقة، ولكن نحب أن نذكركم بما ذكره لنا الشيخ حسن في بداية هذه الحلقة، بأن التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وإبراز والعمل بالتقوى وخشيته سبحانه وتعالى وتنظيف القلوب من كل الأحقاد والأدران، أن هذه أسباب الرزق، ولأن كثرة الذنوب والمعاصي تمنع. وصانا الله سبحانه وتعالى بكثرة الاستغفار التي تمنحنا من الأموال والخير، وأيضا كذلك حتى يذهب الله عنا ظلم وجور السلطان لابد لنا حقيقة أن نتحابب ونتعاون ونتكاتف ونشد بعضنا على بعض. أسأل الله تعالى أن يفتح الله سبحانه وتعالى على إريتريا وعلى الشعب الإريتري المسلم في كل مكان والمسلمين عامة، ويفتح علينا وعليكم. هذا أخوكم برهان يحييكم، والشكر موصول لحبيبنا أستاذ إسماعيل رمضان، على الأستاذ رمضان محمد نور أبو رضوان، وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم. هذا أخوكم برهان يحييكم، ونسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء
بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل